من كتيبة الشبرة ذات جوشن إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام، صوت يقول أين أولاد أختنا؟ فأجابه أبو الفضل العباس قائلا يا حجاب طار الخلش قوموا وصرح روحه خالد اليوم نخوة على كيفك تريض بالحكي وياي وابو فاضل قبالك هلا هلا بحس النخل صار الام اخوان وياهم يجي خاوي لنخوه الا بشغله وحده تايت وياك كون تقنع امي تقنع الله ولو ما يريد الله العاده نفسيا عاده حسين اخوي شعد الله بحس النخل صارت ام اخوان وياهم يجي خاوي لنخوه الا بشغله وحده تايت وياك كون تقنع امي تقنع الله ولو ما يريد الله العاده نفسيا العاده حسين اخوي ايش عندك الله وين الصاحبيه؟ وين الصاحبيه؟ بحس النخل صارت ام اخوان وياهم يجي خاوي لنخوه الا بشغله وحده تايت وياك كون تقنع امي تقنع الله ولو ما يريد الله العاده نفسيا العاده حسين اخوي ايش عندك الله وين الصاحبيه؟ وين الصاحبيه حرمه رجال شو ما جاي ينتبه شويه بالله تدين الولد على الخال يا خال فيركز بوجهي يشوف الحسين انتبه يا خال وانت كفال عباس انا خال خلق من غير مو طين وانتقالا الى الحج الشعبي المقدس قدم الحج المقدس للقتال ساروا بدين وعقيده ثابته لبوا الدعوة مراجعنا العظام وكل غيور النار شفت سيرته ناووا ذراع المنية وكسروه الموت من سرى وخطاهم ذرته الصوت حاله ولازم صاح العراق احزامهم كل الفصائل شتته كنهم القاسم والاكبر هالشباب بيهم العباس ربت رايته جون بيهم تلقوا المخلص حبيب مثلوا دور الحسين وصحبته هي نفس المعركة ونفس الطفوف لكن اتحدى السمت من قصته تبقى جيل بعاني وهد تطيح والخليفة تشوف عين ذلته هسه مو 70 لا كامل الجيش كيف خلى حسين ينصر دولته